قومنا جرينا بسرعة عين المطبخ، عشان اللاقي أمي مرمية عين الارض وفاقدة وعيها تماما، جريت عليها بمنتهى الهلع والخضة لإيفاء الدنيا وانا ماسك دماغها حاضنها. إممي فووقي يا أممي، إمي ماما مالها يا بابا، ماما مالها. كنت بقولها وما عمال أصرخ وأعيط. يجري عليا أبويا لي عينيه كانت مغرغرة بالدموع ويمسك يديها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا له لا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. ويبدأ أبوي في تلاوة بعض الآيات من القرآن وهو ماسك يدها. عشان تبدأ أمي تفوق بعدما نقناها عين السرير. أنت كويسة يا أمي، قولتها وانا ببوس إيديها. أنا كويسة يا حبيبي، أنا كويسة وبخير متقلق شعليا. حصل إيه يا زينب؟ بقي كده توقع قلبنا عليك. عفف ريت يا أبو محمد اللهم احفظنا. الشقة فيها عفر الريت. كنت واقفة بغسل المواعين حساسة. ستباع حد بيعدي من ورايا. كنت سامعة صوت خطواته كويسة. لما التفت لقد شاحد كنت لسه هخرج جري نسألكم هو فيه حد منكم دخل المطبخ. لقيت جسمي كله متلبش كأن حد مكتفني مقدرت شو التحرك من مكاني. رقعت بالصوت وطبيتي ساكته مدرتش بحاجة غير دلوقتي. وقبل ما حد فينا يعلق علي كلامها، أنا عاوز كمان أقولكم علي حاجة تاني. كنت خايفة أتكلم فيه عشان مشغلش بالكم، خصوصا أنا محمد عنده امتحانات الفترة ديه وأنت الله يعينك. كفاية عليك هم الشغل يا أبو محمد. قولي يا زينب قلقتين وسيبت إعصابنا فيه إيه. قالها أبويا بمشاعر مختلطه بين حزن وخوف وعصبية. الشقة مبقاش يدخلها شمس. نعم يعني إيه؟ قولت الكلمة أنا وأبويا مع بعض في نفس اللحظة. أنا بقالي فترة بحلم بكوابيس وحشة، يعوذ بالله حلمت بك يا ابني بتجري عين الحمام وماسك بطنك عشان يجي واحد من وراك شكله مخيف يحط إيديه على كتفك. الغريب أني شفتك في الحلم بصيت وراك وكلمته كأنك تعرفه. وبعدين خرجت جري. كان أبوك قاعد فالصالة روحت قعدت جنبه عشان يفضل نفس الشخص ده ماشي وراك. وبعد ما قعدت تتكلم مع أبوك وقف هو من وراكم. فتح درعاته لاتنين لي كانوا طوال جدا ملهمش يخر من طولهم حجب الشمس عنكم. ومن ساعتها يا بني الشقة وأنا متأكده أنها مسكونة، عشان من بعد الحلم الشقة مدخلتهاش الشمس. بابا إحنا لازم نجيب شيخ في إسرع وقت، الشقة دي مسكونة. كل لي ماما بتحكيه ده حصل، دي كمان بتشوفه قبل ما يحصل. إحنا بتلعب بين كلنا. أنا ما بقتش عارف لي بيحصل ده حصل قبل كده ولا لسه بيحصل دلوقتي. كل حاجة داخله في بعض. هي بتقول أنها حلمت الحلم ده من فترة، بس الموقف ده لسه حاصل معايا من شوي. وقف أبويا مذهول وهو بيضرب كف علي كفن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا هنزل حالا أجيب الشيخ كامل شيخ الجامع يحصن الشقة وربنا يسترها. ينزل بالفعل أبويا يجيب الشيخ عشان يبدأ في تلاوة بعض السور من القرآن مع تلاوة بعض السور على ميه ورشها في أركان البيت. وطلب منا أنا سورة البقرة تفضل شغاله في الشقة علي طول. وخلاص افتكرنا أن الشقة اتطهرت من لي فيها. بس نلاحظ أن الشقة لسه مش بيدخلها شمس. يعني لسه الكائن دا واقف قدام الشباك حاجب الشمس. كنا عايشين كلنا في حالة ترقب ورعب، حاسين أن الموضوع لسه فيه حاجة غريبة أو مريبة. لسه بنشوف خيالات بتعدي من الشقة وبنسمع أصوات غريبة وبنحس بوجود أشخاص بتعدي من جنبنا. كلنا كنا بنمر بنفس الأعراض. عشان نصححنا التلاته في يوم من النوم علي صوت ريتا القطة اللي كانت عمالة تعمل أصوات غريبة، أصوات شبه لانين كأن حد بيعذبها. خرجنا إحنا التلاتة مخضوضين من الأوض بتاعتنا في نفس اللحظة، عشان نشوف القطة عمالة تصرخ وتخبط دماغها في الحيطة كأن فيه حاجة قدامها بتحاول تخبطها بدماغها. القطة من كتر الخبط دماغها بدأت تنزف وهي مستمرة. كلنا كنا واقفين مصدومين مش مصدقين لي بيحصل. ريتا قولتها وانا بجري بمنتهى السرعة ناحية القطة عشان يلحقها قبل ما تموت نفسها.
عشان قبل ما أوصلها تفاجئ أني دخلت في جسم صلب زي الحديد منعني أني عدي، وقعت مكاني وأنا حاسس الدنيا بتلفي بيا وحسيت بالدم الدافي وهو مغرق وشي. ابني، قالتها أمي وهي بتصرخ وبتجري عليا. عشان يبدأ أبويا يردد في آيات من القرآن وهو ماسك المصحف، بدأنا نسمع صوت شبه صوت رجول الخيل بتجري حوالينا في كل مكان كأننا فاء حرب. القطة ريتا فاء الوقت دا وقفت مكانها زي التمثال، شعرها وقف بطريقة غريبة ومنظر مرعب كأنها شايفة اللي إحنا مش شايفينه. يستمر أبويا فاء التلاوة ويستمر صوت الرجول يزيد ويبقي صراع وشرس. يا رب لطفك بينا يا رب، قالتها أمي في منتهى الحرقة وهي بتبكي. الله أكبر الله